متابعين الحلوين، واهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة. كتير اشتقت لكم. الوصفة اليوم وصفة حلو، ويلا نبلش فيها. اول حاجة عندي 2 بيض، راح اروح ارش عليهم رشة فانيلا سائلة. هاي انا بستخدم هاي الفانيلا، كتير طيبة وكتير زاكية. ما انتم شايفين ضفت البيضتين وضفت رشة من الفانيلا، وراح نحرك بقوة عبين ما يندمجوا مع بعض. بعدها راح احط معلقتين من السكر وراح اخلط. طبعا الكريب من اطيب الاكلات. اذا وصلت لهون اعملوا لي لايك واشتراك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. هون كمان معلقتين من السكر بعطيها والفانيلا طعمه وما ببين زنخة البيض بالمرة. طيب اللي عندي الهن تمام، راح اخفقها وارجع لكم. ما انتم شايفين خفقتهم، راح اضيف معلقتين من الزيت. هاي اول معلقة وهي تاني معلقة. تمام، وراح نحرك كمان مرة. هاي الوصفة رهيبة، من أطيب الوصفات المضبوطة للكريب صراحة. يعني بايبي حطيت 2 كوب من 2 معلقة من الحليب، وراح أخفق، وكمان رشة من الملح. حركوا حتى ما يتكتول. طبعا هون فيك تحطي الحليب على طول مع المية، وفيك ما تحطي يعني الحليب بودرة وبعدين تعايري مية. هون 2 كاسة من العصير مية راح اضيف واحرك. راح احتاج كمان كاسة. من اطيب وصفات عن جد الكريب. وراح احرك باستمرار. اخر خطوة راح اضيف الطحين. طبعا الطحين حسب ما يحتاج، بس هو يعني معيار 2 حليب. دهنا الطاوة بشوية زبدة مسح، يعني مسحناه مسح بالزبدة زي ما انتم شايفين، وبدي اياه يحمى وانزل. وهون حطينا كاستين من الطحين. تمام، وبدي احرك لما يمتزجوا سوا، وهيك بكون عجينة أزكى كريب جاهزة. لا تنسوا طبعا تعملوا لي لايكات وتشجعوني. حطينا كاس من الحليب، وراح احط الكاس الثاني وراح احرك. شايفين؟ انتوا فيكم تعملوها على الخلاط، بس انا عاد للمبتدئين بعملها. نفرد الكريب وانتوا الحجم اللي بدكم اياه. شايفين بدا من هون؟ شايفين؟ تمام، يعني عجينتنا تمام. هلا بدي اختبره. شايفين؟ بلزقش، يعني معناته مزبوط. هو بده ياخد لسه لون. شايفين؟ تمام. الكريب وصل لهاي المرحلة، فهو كتير مادام طلع فقاعات انه مزبوط. وشايفين انا بدي اعمل خطوة هيك حتى لو حامي النار. شايفين؟ تمام، عجينته رهيبة. هذه اول وحدة شوي بتغلي بعدين. تمام، هيك طلعنا اول وحدة من الكريب، وبدنا ندهنها نوتيلا كلكم عارفينها. هاي النوتيلا العادية، كل واحد حسب رغبته، حسب اللي بيحبه. بدنا ندهنها ونوريكم كيف بدنا نلفها. في بيعملوها مثل مكرونة الفوتشيني، بيقطعوها لسلايدز، بس انا ما بدي، يعني الاولاد هيك بيحبوها، فهيك تمام. بأي خطوط طويلة عريضة، مرتبة مش مرتبة، اللي بتحبوه. وهيك أطيب كريب ممكن تعملوه. لو عندكم تاعت الصوص هاي تمام. هيك خطوط تمام. وهون شكلها بعد ما طلعتها. هيها طبعا هالحين دهنها في النوتيلا. شايفين ما شاء الله. لايك سبسكرايب، واللي يصلكم كل جديد. احلى كريب في حياتي.